السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا البنات في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتي لنهار اليوم خبز الطاكوس بعجينة سهلة ومقادير مضبوطة وبواحد السر يخليه دائما لين وما يبسلكش. وراح نديرو تطبيق للخبز هذايا، راح نديرو طاكوس اكسبريس سهل ماهل وفي وقفة يوجد. نتوكلوا على بركة الله ونقولوا بسم الله ونبداو. هنايا جبت اناء ولا باسينه ولا الحاجه اللي موالفه تعجني فيها العجين تاعك. جبت كيلو تاع فرينه متعدده الاستعمالات اللي راني استعملتها، وكنت غربلتها مليح. دائما نقول لكم اي مخبوزات واي حلويات راهم يشتوا الفرينه المغربله. ندير معها ملعقه نتاع ملح باش نملحوها زين، تعود الخبز تاعنا يعود بنين ما يعودش صامت. درت معها 2 ملاعق نتاع سكر، ودرت معها 3 ملاعق نتاع زيت نباتي عادي، ودرت معاهم ملعقه نتاع خل، وخلطت النواشف مليح. ومن بعد ضفت الخل والزيت وزدت وبديت نضيف في الماء هنايا راني ندير فيه مغلي. العجينه هذه اسمها عجينه الماء المغلي، ماء طابخ. راه دات لي 3 كيسان كاملين، بصح نتوما ديري 2 كيسان ونص، والنص الباقي هذاك ابدا يضيفي فيه بالتدريج. اذا كانت عندك العجانه الكهربائيه ديري بها، استعملي بها لانه الماء راه مغلي نزهه. واذا كان ما توفرتش عندك باليد فقط، كما راكم تشوفوا انا راني عجنتها بيدي فقط. هنايا بعد ما عجنتها قلت لكم انايا فرينتي راه دات لي 3 كيسان، نتوما ديروا 2 كيسان ونص، والنص الباقي ضيفيه بالتدريج. هنا كما راكم تشوفوا راني قعدت نوري لكم بين العجينات. انا راني درت 2 كيلو. العجينه هذه اللي ماهيش مرتاحه شتو كيفاش راها مفلسه، والعجينه اللي مرتاحه شوفوا الله يبارك فاش تولي ملسه وزينه. اعجنيها تقريبا 5 دقائق، لميها على بعضها، ومن بعدها ديريها في اناء وغطيها ببلاستيك غذائي، ولا غطيها معناها بخطمونجي تعود محكمه الغلق، فهمتيني؟ ونخليها ترتاح. قلت لكم انا راني استعملت درت 2 كيلو راني درتو معاكم، وكيلو حطيته على جهه، والكيلو الواحد راه يخرج لك 17 حبه تقريبا. درت 120 غرام في الحبه. هنايا بعد ما قسمت الحبيبات تاوعي كامل العجينات درت ما قلت لكم 120 غرام، وقرصتهم كيما هاك وحطيتهم ارتاحوا شويه، ومن بعد بديت نحل فيهم. هنايا هذه العجينه فيها الماء الطابخ راه تلصق، فهمتيني؟ لازم ديري لها ياسر فرينه، شغل ترشيها نزهه من تحت ومن الفوق بالفرينه، ومن بعدها قدام لا طيبيها نفضيها. في هذا الأثناء راني نحل في العجينة، رققتها على قد ما تقدروا ترقوها، يعطيك ما تقطع لكمش برك، رقي ويعطيك ما تقطع لكش. هنايا راني حاطة مسمية المرا ومنقصة النار، دايرتها مش نار شمعة بصح شوي أزود منها. وبديت نطيب في الخبز نتاعي. هنا راني درت لكم 2 طرق للعجين تاعنا. هنا تحبي تحليها عادي وعينك ميزانك شغل تعدلي لها الحواف تاعها، وفي نفس الوقت الحواف راهم رايحين يطبقوا، معناها مش راح تبان. والطريقه الثانيه اللي هي تحلي العجينه تاعك، ومن بعدها تحطي كاش مقطه ولا كاش سنيوه عندك ولا، وتبداي تقصي في الحواف كيما راكم تشوفوا باش تجيك خبزه معدوله ومدوره شغل متحوفه، فهمتوا؟ وشوفوا كيفاش راني مرقتها الله يبارك. وكي حطيتها فوق المرايه البنات والله قد نفخت تقول راني دايره الخماره، وهي راني ماني ضايفه حتى قطره والله حتى رشه تاع خماره، ما درت لا خماره تاع خبز لا خماره تاع حلويات. شوفوا العجينه اللي بقات لي عادي لميهم كاع مع بعضهم راهم يجوك حتى خبزتين ولا 3 واحد اخرين. هذه العجينه اللي راني مقطعتها بالمقطع كيما راكم تشوفوا. قلت لك الفرينه دائما ديري، ومن بعد تعودي راح تطيبي نفضي، وكي تعودي ثاني في المراء اذا كانت عندك الفرشات هذيك ثاني زيدي نفضي. حاطه مسميه سنيوه دايره فيها منديل ودايرتها في الساشيه. الحبه اللي نطيبها ندخلها للسنيوه هذيك ونديرها منديل، ما ديريش في الساشي ديريكت باش ما تعرقلكش وتشمخ. وشوفوا الله يبارك العجين تاعنا، شوفوا كيفاش راني نطبق فيه، وشوفوا كيفاش راني نلبس فيه وهو ما تكسر ما صرا عليه والو. والله يبارك عجينه خفيفه ورقيقه دله.
هنايا نرجعوا للطاكو تاعنا ولا التنفيذ تاع الطاكو تاعنا. هنايا هذه كتدبيره، الحجره هذيك الحجره الحمراء جايه تشبه ليا جوره بصح شويه صغيره. لمديها في الالومنيوم باش تقدري معناها اللي ما عندهاش البانينوز في المرا ولا في المقله بركي، المقله هذيك المزيقه تضغط بها باش يخرجوا لك الرشمات وطيب لك كامل، ما تعودش طايبه في الوسط وفي الحواف ماهيش طايبه، فهمتوا؟ باش تضغط برك تعاونك في الضغط. نرجعوا هنايا للطاكو تاعنا. كيما راكم تشوفوا جبت بطاطا مقليه، وهذا الحمراء راه عكري حار ودرت له شوي زيت. الا كان عندك هريسه ديري، ما عندكش هريسه ما ديريش. ودرت صلصه الجبن اللي راني دايرتها معكم ودرتها في العديد من الوصفات، دوك نخلي لكم الرابط من تحت تاع صلصه الجبن. ودرت جبت دجاج طيبته في ماء وملح ورند وشويه فلفل كحل، ومن بعدها فتته. هذه قلت لكم راها طريقة سهلة واكسبريس، معناها ما فيهاش دجاج وتمارينيه وطول بيك، لا هذه راها ثمثم توجدي الطاكو تاعك. كطبقة أولى درت هذاك الحرور، اختياري، اللي يحب يحرر اللي يحب ما يديرش الحرور عادي. درت الحرور ومن بعد درت كريمة الجبن وزدت ضفت شقيفات نتاع بطاطا، ومن بعدها زدت درت دجاج اللي مفتت هذاك، ودرت من فوق فرماج رابي وزدت شوية صلصة تاع جبن باش يجينا طاكو تاعنا مشمخ من داخل ويجينا لين وزين. ومن بعدها بديت نطبق فيها كيما راكم تشوفوا. انا هذه طريقتي في التطباق نتاع طاكو كيما راكم تشوفوا. ومن بعدها بديت نطيب فيهم. دائما راني نطيب ونستعين بالزبده باش الحبايبه تاعنا تجينا حمراء وزينه. ندهن في المرة تاعي بالزبده. شوفوا راها الصوره توضح لكم اكثر. لولا درت فيها الحرور الثانيه راني ما درتش فيها الحرور. وكيما راكم تشوفوا هذول الحبيبات تاعنا كيفاش راهم جاو. وقلت لكم راني نستعين بذيك الحجيره اللي لمتها في الالومنيوم، الله يبارك، راها شغل ثقال، فهمتوا؟ تتحط فوق الحبيبه تاع طاكو وما تحركوهاش نزها باش الحبه ما يخرج لكمش منها كريمه الجبن. راني قسمت معاكم حبه هنايا. شوفوا الله يبارك الحبيبه تاعنا كيفاش راها مشمخه وكيفاش الشكل تاعها. هذه الحبه راها الحاره. وصفة سهلة بسيطة، الله يبارك، واحد الطاكو بنين ياسر. وقلت لكم اكسبريس. هنايا هذو الحبيبات طيبتهم في الطاجين نتاع الخبز، حبيت نوريهم لكم. إلى الملتقى أحبتي في الله.